وبمناسبة إن المعهد فاتح من الاتنين اللي فاتوا، أنا شايف ناس كتير أوي مش عارفة تقدم إزاي، فأنا جيت عشان أقولكوا هتقدموا إزاي. أول حاجة هتخش على صفحة الأكاديمية، تخش هتلاقيهم منزلين اللينك. أنت هتخش على اللينك ده تملى بياناتك، اسمك وسنك وعنوانك ومؤهلك وحاجات كتير أوي هتملاها، وهيجيلك رسالة على الميل بتاعك. الرسالة دي فيها الرقم اللي هتروح تدفع عليه مصاريف الاختبار، وهو غالبا السنة دي هيبقى 1000 جنيه زي السنة اللي فاتت. بعد ما تجيلك الرسالة هتتوجه بقى على وفي وحدة إلكترونية معمولة في الشارع الجانبي من المعهد، فهتروح على الوحدة دي وهم هناك هتدفع ال1000 جنيه. بس لازم تكون معاك الفلوس على الفيزا، فأنت خلي مثلا 1100 على الفيزا عشان خاطر في 50 جنيه دمغة أو وصل أو حاجة زي كده بتدفعها زيادة، وبرضه عشان تبقى في الأمان، عشان هناك صعب إن أنت تلاقي مكنة تحط فلوس في الفيزا. ماشي. بعد ما تدفع الفلوس وتمام متأكد، هيحددولك ميعاد الاختبار، هيقولك الاختبار بتاعك هيبقى يوم كذا واحنا هننزل على الصفحة. السنة اللي فاتت كانت قالوا لنا هنعلق الأسامي بتاعت الاختبارات على الباب الأكاديمية من بره، بس الحمد لله يعني لقيتهم منزلين. اللي كان بيروح هناك كان بينزل على الصفحة وكده، فأنا عرفت ميعاد. بس أنا المشكلة بقى إن أنت خليك متابع، عشان هما بينزلوا قبلها بيوم. يعني انت خليك متوقع ان هو ممكن تشوف ان انت مقبول بكره، فانت ميعاد اختبارك بكره. يبقى انت هتروح بكره، فانت خليك دايما جاهز، ما تسيبش نفسك. اشتغل على المونولوجين بتوعك كويس، سواء العامية او الفصحى، واشتغل عليهم كويس جدا عشان انت تروح هناك هتقف على مسرح هتمتحن قصاد اساتذة كتير، وأستاذ أيمن الشيوي وأستاذة غادة جبارة وكذا حد كتير من الفنانين، وأستاذ علاء أوقع ممكن تلاقيه يعني هناك، ناس كتير أوي. أنت أول ما تروح هناك هتلاقي صرح الناس. هتقف في دورك، هما بيدخلوا اتنين اتنين على المسرح، والباقي بيبقى برا. بيدخلوا أول مجموعة 6 بعيد عن المسرح، برا المسرح على طول. بعد كده بتخش اتنين اتنين، زميلك بيخش بيخلص المونولوج بتاعه، وأنت بتوقف مستنيه برا. أول ما بيخلص أنت بتروح داخل بعده. بعد ما تخش بقى تخلص المونولوجات بتاعك، فتمام شكرا، تشكر الناس وبعد كده تروح وتستنى بقى النتيجة بتاعتك. ربنا يوفق الجميع يا رب.